أحبك يا رسول الله. صحيح أني ما رأيت النور من وجهك يوما ولا سمعت العذب من صوتك، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لأن الله عز وجل قد أمرني بحبك، ولأنك رسول الله. أحب محمد الإنسان، أحب محمد العدل طليق الوجه إذ يعفو، أحب محمد الصادق إذا ما قال، أحب محمدا البر بكل الناس يعطيهم بغير سؤال، أحب محمد الأخلاق، أحب محمد الميثاق، أحب محمد الإشفاق، أحب محمد الجار الذي يكرم، أحب محمد الأب الذي يحنو، أحب محمد الصابر، أحب محمد الطاهر، أحب محمد الزاهد، أحب محمد العابد حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. كان يعرف بطيب الريح إذا أقبل، أجمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا وأعزهم نسبا وأعرقهم حسبا، دائم الابتسامة، أهدب الأشفار، أكحل العينين كأنه سبيكة فضة، مليح الوجه جميله عليه الصلاة والسلام، كالقمر ليلة البدر استنارة وضياء، كأن الشمس تجري في وجهه من شدة جماله عليه الصلاة والسلام. أشد حياء من العذراء في خدرها. يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسولنا، أجمل الناس وأطهر الناس وأخشى الناس وأتقى الناس، خير البرية وأزكاها وأبرها وأتقاها وأشرفها وأعلاها وأطهرها وأتقاها وأنصحها وأصدقها وأوفاها صلى الله عليه وسلم. كان أعظم الناس تواضعا، يخالط الفقير والمسكين، يجلس ويأكل على الأرض، يسلم على الصبيان، يعود المرضى ويشهد الجنائز، وتنطلق الجارية الصغيرة فتأخذه بيده إلى حيث شاءت، يخدم أهله بنفسه، فيعقل الشاة فيحلبها، ويخيط ثوبه بنفسه، ويخصف نعله بيده عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبينا الذي عاش في هذه الحياة